شايفين؟ يا لهوي يا لهوي. مساء الخير. بمناسبة ان انا تميت 300,000 قررت ان انا هعمل سلسلة او هستعير سلسلة من واحد صاحبي على السوشيال ميديا وهو شيكو، والسلسلة دي هي لما توصل ما تصعبهاش على غيرك. وانا النهاردة جاي ب3 مشاريع مختلفين، 1 2 والتالت اللي انا لابسه ده. نبتدي في اول حاجة باللي انا لابسه ده براند اسمه الخديوي، بيعمل سويت شيرتس. هو اصلا شاب كده اسمه كريم عنده 15 سنه، هو كلمني عشان خاطر يعمل لي السويت شيرت ده. ومن ورا كده يعني هسيب لكم صورته، بس مكتوب عليه اباظه ومحطوط عليه كده شويه اكل وبتاع. عامه الديزاين لذيذ حلو. هسيب لكم البيج بتاعته تحت، وعامه اي حاجه هجربها هنا هسيب لكم البيج بتاعتها تحت. نخش بقى في تاني حاجه وهو الاكل. تاني مشروع بقى معانا هو شيماز بيكري. اخو البنت تواصل معايا، البنت فاتحه مشروع كده بتعمل فيه سينابون وبراونيز وحاجات كده باسعار الصراحه حلوه يعني، فاحنا هنجرب كذا طعم من عندهم هناك. مش عارف الصراحه هم باعتين ايه، فهنفتح نشوف سوا يعني. بس مبدئيا الباكجينج الصراحه نظيف. هي عندها حجمين من السينابون، ده تقريبا الحجم الكبير، حط عليه لوتس وبيستاشيو ونوتيلا، فروستنج العادي بتاع السينابون ده، ودي بقى ايه البراونيز والميني سينابون. انا هسيب لكم عامه الاسعار هنا يعني هسيب لكم الاسعار في حته كده يعني. ابتدي اول حاجه بالسينابون البيزك خالص، دي السينابون البيزك. بسم الله. طعمها حلو والله. هندوق كده اللي باللوتس، ممكن نقطع حته اصغر بقى عشان نعرف نكمل باقي الحاجات اهي. بسم الله. دي محطوط عليها كريمة لوتس ما بين الفروستنج وما بين السينابون نفسها، ومن فوق كده شوية لوتس، فحلوة دي. نشوف بقى اللي بالنوتيلا. هي دي ما فيهاش كريمة تقريبا او ما فيهاش شوكولاتة، هي بس النوتيلا مع الفروستنج. الحلو انها مش تقيله، لا خفيفه كده على طول بتاكلها، ممكن اصلا تاكل منها ال3 دول. بس انا عشان لسه في حاجات تانية فمش عايز اجزع قوي برضه. عندها حجمين برضه من البراونيز، دي البراونيز اللي باللوتس، دوق منها حته. بصوا للامانه في البراونيز تعبيرات وشي ما كانتش احسن حاجه عشان انا اكلتها من غير ما تتسخن، بس بعد التصوير كده جربت احطها في الميكرويف كانت احلى بكتير جدا جدا جدا. فنصيحه مني لو هتجيبوها هاتوها حطوها في الميكرويف، ولو هتسالوا تحطوها قد ايه ممكن 30 ثانيه مثلا. نخش بعد كده بقى على السينابونايه العملاقه. العجينه بتاعتها طريه قوي، مش عارف اكلها منين. بسم الله. عجبني قوي الفروستنج اللي هي حاطاه من فوق، حلو قوي يعني، مع اللوتس بقى، مع الشوكولاته، مع الحاجات دي كلها، مع البيستاشيو. هسيب لكم برضو رقم تليفونها، يعني اتمنى ان انتوا تدعموهم. تعالوا نخش على اللي بعده. وتالت حاجه بقى هنجربها هي السان سيباستيان تشيز كيك من محل اسمه باسكو. الموضوع كبير. بصوا هي بتبقى دي مبعوت معاها جار كده من الكراميل، او ممكن يبقى كراميل وممكن يبقى شوكولاته تقريبا، بس هم بعتولي معاها كراميل، وبتبقى كده. ريحتها حلوه قوي. المفروض في طريقه تقديم معينه للسان سيباستيان تشيز كيك. هنقطع حته، نعيد تاني، نقطع حته كده بقى عليها ده كده. شايفين؟ يا لهوي يا لهوي. والله طعمها حلو قوي. نايس ون. ممكن بقى نروح واخدين كده. نايس ون. وبصوا من الاخر بقى، يعني هو ايه الفرق ما بين التشيز كيك العاديه والسان سيباستيان تشيز كيك او الباسكو كيك دي؟ انها من الاخر تشيز كيك اللي هي بتتعمل في الفرن دي، بس بتكون استوت من بره ومن تحت، بس من جوه لسه طريه، بتبقى عامله زي الكاسترد كده شويه. وزي ما ابو جوليا قال كده في فيديو من فيديوهاته ان واحد كان مكسر يعمل تشيز كيك فعمل دي وطلعت حلوه. وبس كده، هي دي المشاريع اللي انا جربتها النهارده. في لما توصل ما تصعبهاش على غيرك. قولوا لي بقى انتوا ايه اكتر حاجه عجبتكم منهم، وعامه هسيب لكم كل البيجز بتاعتهم تحت في الديسكربشن. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا عليا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.